بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة اتلعب ماتشين في مجموعة البطل في الدوري العام المصري لكرة القدم. الساعة 5 كان بيلعب بيراميدز مع فاركو الذي فجر مفاجأة كبيرة بفوز فاركو على بيراميدز 3-2. الشوط الأولاني طلع 0-0، والشوط الثاني اللعيبة انفجرت وأحرزوا 5 أهداف. تقدم فاركو الجون الأولاني، ثم من بيلن للجون الثاني، ثم بيراميدز يقلص النتيجة إلى 2-1، ثم فاركو يتقدم تبقى النتيجة 3-1، ثم بيراميدز في الوقت بدل من الضايع بيجيب الجون التاني عشان تنتهي المباراة 3-2 في مفاجأة صارخة، مفاجأة من العيار الثقيل، ثقيل قوي، عيار تقيل قوي قوي قوي. تقريبا بيراميدز ما كانش عامل حساب كما يجب لفاركو، ومعتبر ان فاركو يعني من الفرق اللي هي ملهاش لا ناقة ولا جمل في مجموعة البطولة، لا بينافس على البطولة ولا على المراكز الأربعة الأولى. فكان نازل وشبه ضامن نتيجة المباراة، وسبحان الله تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانا. ففاركو يسجل اسمه في الماتش ده، وممكن يكون فاركو سبب في انقلاب الموازين في الدوري الممتاز، الدوري العام. كان يعني أكتر المتفائلين كان يقول لك ممكن فاركو يخطف نقطة، إلا إن فاركو والمدرب بتاعه كابتن أحمد خطاب واللعيبة كانوا على مستوى الحدث ومستوى المسؤولية، ورغم إن هم زي ما قلنا لا اليوم لا ناقة ولا جمل، إلا إنهم لعبوا بشرف ولعبوا لنفسهم ولناديهم، وكل واحد بيعرض نفسه ويسوق نفسه، حتى أنهوا المباراة 3-2 رغم الهجوم الكاسح لبيراميدز في النص الثاني من الشوط الثاني، وفي الوقت الإضافي بدل من الضايع. وبكده بيراميدز أعطى هدية، أو فاركو أعطى هدية للنادي الأهلي، هدية قيمة جدا على طبق من ذهب. الأهلي قبل الهدية وانبسط بيها وقبلها وفرح بيها، ونزل ترجم قبوله للهدية بأنه فاز على حرس الحدود 5-0. الشوط الأولاني فيه جوان، الشوط التاني فيه جوان. والميزة في النادي الأهلي وفي لعيبة النادي الأهلي عودة الروح اللي كانت يعني تقريبا نامت أو كانت ضعفت عند لعيبة النادي الأهلي. من فترة طويلة جدا الأهلي ما كسبش 5، من فترة طويلة الأهلي ما كسبش 5. من مكاسب الأهلي برضو طبعا السكور الكبير ده خلى السكور، فرق السكور لصالحه. يعني كده الأهلي بقى موجب 3 في الأهداف، بيراميدز بقى 0، يعني جاب 5 وعليه 5. الأهلي جايب 8 وعليه 5،
او جايب 8 وعليه جايب 9 وعليه 6. فالاهلي بالنسبة لفرق الاهداف 3 موجب 3، بيراميدز 0. الاجوان اللي جابها قد الاجوان اللي دخلت فيه. الاهلي جاب اجوان اكتر من اللي دخل فيه ب3 اهداف، هينفعوه احتمال كبير جدا ان شاء الله تكون فرق الاهداف هو الحاسم لبطولة الدوري، لان الاهلي وبيراميدز اتعادلوا في الماتشين. ف مفيش مفيش حسم دوري بالمباريات اللي هي بين الفرقتين، لكن الحسم ممكن يجي عن طريق الأهداف لو الأهلي تعادل مع بيراميدز في عدد النقاط. فعشان ما نطولش عليكم، الدوري اشتعل وبقى أكثر سخونة. لسه بيراميدز هيلاعب الزمالك، هيلاعب سيراميكا، وهيلاعب فرق تقيلة، وكذلك الأهلي وكذلك الزمالك. لكن دلوقتي بقى الدوري متاح للثلاث فرق، بيراميدز والأهلي والزمالك، واللي نفسه طويل واللي يقدر يسد واللي يقدر يفوز في مبارياته القادمة كلها هيكون له الفوز وحسم البطولة إن شاء الله. نشوفكم على خير في لقاءات قادمة، ونقول السلام عليكم.